ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك يا باشا ان شاء الله. ان شاء الله. سياحة سعادة الرئيس. سياحة سعادة الرئيس. والإنتاج بتاع الجبل ده يرجع يشتغل تاني. ده سيادتك واقف كلنا معاك. 98 أسباب التوقف سيادتك الخط. احنا عندنا محاجر تغني دولة مصر دي مستوى العالم. لما بيجي الصينيين هنا يتفرجوا على محجر المنفتح يقولوا لو عندنا الجبال دي في بلادنا نبقى أغنى أغنياء دول العالم. عندنا خامات هنا يعني من كيلو 10 لحد ما تخش حماطه وبغصون وبرانيس يقول لها خيرات ربنا في الجبال بس. بترجع كده على طريق من الشيخ عبد العال من الفواخير لحد ما تخش هنا عندنا خامات لا توجد في اي منطقه في العالم. برجاء يعني ان شاء الله ربنا يوفقك سواء برئاسه للجمهوريه او بغير توقف مع البلد دي عشان ربنا يوقف معك. البلد دي بلد امينه طالما وصلت ليها ان شاء الله ربنا هيكرمك. وان شاء الله حضرتك يعني برضه لو نظرت لنا لمشكله الميه ثانيا مشكله الميه سيادتك هنا عندنا المستشفى مفيش واحد بينظر لنا نظره. لو حادث على الطريق سيادتك لو حادث على الطريق هنا ناس شغاله رايحه المطار وناس رايحه القرى العربيه بتتكلم في الطريق ده بايظ. طريق مرسى علم كله بايظ. فرده واحده بس رايح جاي. يعني اغلبيه الناس موظف في المطار الواحد بيروح شايل قلبه على ايده الملف طريق دولي وتمشي عليه سياحه. تمشي عليه سياحه يمشي عليه الشباب كمان السياحه كلها عمال مسلمين نصارى كل سيادتك الطريق ده بيمشي عليه. اغلبيه الحوادث الطريق هو برجاء سيادتكم يعني تنظروا لنا نظره للبلد. المستشفى هنا ما فيهاش دكتور بتاع بنتي. لو ابني جات له عمليه زي ده بطلع بيه على الغردقه. بطلع بيه على الغردقه على البطيخه دي سيادتك الغردقه يكون انفجر منه كله. يعني هنا نص البلد اغلبيه البلد هنا بتعاني من مشكله الميه بسبب فشل كلوي. يعني انضف ميه عندنا ايام الكنداسه سيادتك هنا كنا بنعبي بالصفيحه والاثنين كنا عايشين سيادتك كنا عايشين بالصفيحه. اصبح النهارده الحنفيه احنا مش قادرين نشربها. ميه من البحر بنشربها. نجي المحافظ فضوا ميه معدنيه وشرب من الخط اللي هو متباع شربناها وسكتنا. في ناس مقتدره سيادتك بتجيب اللي هو الجركن بتاع المعدنيه. في ناس غلابه سيادتك ما مش قادر بيضطر ان هو يشرب. ارجو سيادتك يعني النظره للبلد. صفات اهم حاجه تنميه البلد. سيادتك رحت ودورت الجنوب بالكامل. سعيد بيك من ايام ما كنت وزير خارجيه. اضرب وزير خارجيه مسك بامانه الله. والله اعلم احنا جريء واحنا بنحبك لأبعد الحدود بامانه الله. ونتمنى لو واحد من الناس بتمنى انك تكون الرئيس بتاعنا. لما يكون في قريه الحضراوين المستعينه تحط عليها القريه دي يعني كل سنه يموت 2 3 على الطريق. بس سعادتك طريق سريع. مدرسه اولادي ليها 3 اطفال 2 ربع 1 ابتدائي في البر الفين. فكل ما في الامر في طريق جاي من سفاجه يعدي بس من ورا القريه. ده يعني احنا اللي بنقول طريق بس يعدي من ورا القريه. مشينا ربنا وكده سعادتك كده الله يحفظك. ازدواج الطريق الله يحفظك. الطريق اهم حاجه من ورا القريه لحد
سيادتك مرسى علم. بس في ايه وصله بسيطه بس جايه من سفاجه من ورا القريه بس. وللاسف قريه الحمراويل ما فيهاش عربيه اسعاف. مفيش عربيه اسعاف في قريه الحمراويل. فانا يعني نتمنى يعني معلش هنوشك بالطلبات. الله يحفظك، احنا عارفين جرأتك وعارفين شهامتك وسيادتك ابن بلد بمعنى الكلمه. ونورت الجنوب بالكامل وربنا يوفقك. ربنا يوفقك. ونتمنى لك ذرياتنا كلها ما كلنا ربنا يوفقك. ايوه لازم يا ربنا يوفقك. ابشر والله ابشر خدوا شويه يا اخواني. ابشر بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. ما عندنا الاستاذ عمرو موسى عندنا. يا أهل القصير الكرام، عند القصير بغيني يا عم. ايوه تحيتي إليكم انا مدينة عشان انت ما تكون قاعد. والسلام عليكم. وكم أسعد أن ألتقي ايه الاخبار بزعمائي ومشايخ قبائل العبابدة والبشرية والقبائل العربية التي وأهل القصير وكافة المواطنين هنا ومواطني الجنوب، وكلكم وكلنا مواطنون مصريون من أي مكان حضرنا. أشكر من تفضلوا بالحديث مرحبين بنا ونحن لسنا ضيوفا بل هي بلادنا، وهذا البلد الطيب الأمين الجميل ترك لدي كل الانطباع الإيجابي، واستمعت باهتمام إلى ما ذكره بعض أهل القصير من شكاوى ومن مقترحات تتعلق بعلاج أمور يعاني منها شعبنا هنا، وسيكون الأمر إن شاء الله وبمعونته من أولويات علاجه، لأنها كلها طلبات منطقية سليمة وتخدم الناس، وكل ما يخدم الناس هو مهم وأساسي ويجب